ما شاء الله علينا، حلو وحادق تسلم ايدينا. هخلي معاكم بقى شويه بتنجان بدقه محدش يقول له لا. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف يا حلوين احلى بتنجان معانا. اكيد ميه بتغلي على النار، بتكوني غسلت البتنجان كويس علشان ما يبقاش فيه اي اتربه وكده، لان انا سايباه بالقمع بتاعه زي ما انتم شايفين. هقول لكم ليه دلوقتي. ومهم جدا ان انت تغطي البتنجان بغطا كده علشان يسقط كله في الميه. التسويه بقى حسب راحتك، في ناس بتحبه تسلقه نص سلقه كده. ومهم جدا برضو ان انت ما تضغطيش عليه في السلقان عشان ما تهريش معاكي، لان في مرحله المحلول اللي هنعمله ليه دلوقتي برضو بيساعد ان هو كل ما بيقعد بينسلق اكتر. فاهمين قصدي يا حلوين؟ مش هياخد معاكي 7 دقايق على النار من بدايه الميه وهي بتغلي كده، تبداي تخرجيه بتضغطي على البتنجانه بصباعك كده. خلاص لقيتيها استوت معاكي طلعيها. هنا انا مستخدمه فلفل الوان ومخرجه البذر منه برضو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا كام واحده كده من الثوم، معايا شويه صغيرين من الكزبره الورق مش العيدان، مش هنزود زياده عن اللزوم. طبعا مستخدمه فلفل احمر بلدي حراق حسب الرغبه. عصير ليمون اكيد معانا مش هنستغنى عنه. اكيد كمان معانا خل، مهم جدا ما تنزليش بالخل وعصير الليمون وقت ما انت بتفرمي الفلفل وكده، بيديكي لون للتتبيله لونها فاتح خالص. بعد ما تفرميها تبداي تحطي زي انا ما بحطها معاكي كده. استخدمت كزبره وكمون، ميكس ما بين الكزبره والكمون، بس الكزبره بتبقى اكتر لان الكمون بيمرر معاكي وبيغمق قلب البتنجانه. لو لاحظتم وخدتوا بالكم، انت بتجيبي الكزبره المجففه دي من عند اي عطار او بتجيبيها حبيبات وبتحمصيها في البيت وبتطحنيها عندك في المطحنه بتاعه الخلاط. هنا هظبط الملح وراعي ان انت مثلا هتحطي عصير ليمون وهتحطي خل علشان ما يبقاش مالح معاكي زياده عن اللزوم. دوقي كده الحاجه وشوفي الحدقيه بتاعتها شوفها محتاجه او لا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في المرحله دي انا جهزت التتبيله بتاعتي سهله وبسيطه ومش بنستخدم فيها اي بهارات اكتر من الكزبره والكمون. هنا البتنجان طبعا حاولي لما تخرجيه ما يبقاش كله فوق بعضه علشان هيساعدك برده ان هو يستوي اكتر وهيطرى معاكي. فاهمين قصدي؟ يعني تبقي موزعه على صينيه كده او حاجه. هنا بقى فايده القمع ايه يا حلوين اللي انا كنت سايباه، بيخلي مكانه ابيض زي ما هو. لو كنت شلتيه المكان ده كان هيغمقي معاكي. علبه طبعا تكوني معقماها كويس ناشفه ما فيهاش اي ميه، وممكن ترجيها بمعلقه خل او حاجه. هنا بقول لكم شايفين المكان القمع ابيض زي البفته زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بتعملي الشكل ده كده، بتسيبي حته من فوق ومن تحت مش بتفتحها قوي علشان الحشوه ما تخرجش منها زي المركبه كده. ما شاء الله تقدري تعمليه وتاكلي منه على طول. هيبقى كده الطعم معاكي بالتتبيله الخطيره اللي احنا عاملينها مع بعض. طبعا اساسي معانا عصير الليمون والخل يا حلوين، بينقلوا معاكي في حته ثانيه خالص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهتشوفوا المحلول الملحي اللي هعمله معاكم صدقوني طعمه هيبهركم باذن الله. طبعا لو مش متوفر عندك اي نوع من الفلفل الالوان تقدري تكتفي بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. وبرده مش هنزود في الكزبره علشان نبقوا متفقين علشان ما تقلبش معاكي التتبيله لونها اخضر زياده عن اللزوم. هنا حته بنجرايه فرمتها كده وحطيتها معاها كوبايه ميه، نزلت بمعلقه ملح طبعا وصفيت واستخلصت البنجر خرجته خالص من الميه، ونزلت بمعلقه من اللي باقيه معايا من التتبيله ودوبت معلقه الملح. ودوقي كده شوفي انت حابه الحاجه، وما تنسيش طبعا ان انت حاطه في الحشوه. حرفيا هتاكلي اطعم واحلى شويه بتنجان. لو عاوزاه يقعد معاكي 10 ايام طبعا بتحفظيه في الثلاجه، وكل ما تاخدي منه تاخدي بمعلقه، ما تحطيش ايديك علشان ما يكونش بكتيريا او معلقتك تكون مبلوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولما تاكلي ما ترديش تاني اللي باقي معاكي في الطبق، صدقيني تخللي في الميه دي تاني. ما شاء الله شويه بتنجان يستحقوا بقى اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. واكتبوا لي ايه رايكم في الكومنتات، بتعملوا البتنجان بالطريقه دي ولا لا؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شويه بتنجان زي الكتاب ما قال. وبامانه كل اللي بياكل البتنجان ده عندي بيقول لي قولي لنا التتبيله طبعا، وانا ما اقدرش ابخل عليكم انتوا كمان هتعملوا معايا يا حلوين احلى بتنجان. وبامانه اي وصفه حلوه بتطلع من ايديكي بتبقى لان انت عامله الحاجه بحب من جواكي، وبتتمني اللي ياكل الحاجه دي تنول اعجابه. ربنا يحسن ما بين ايديكم مقدما، واشوفكم على خير. مع السلامه.